نادي جوجالي في الدوري التركي قدم الشكر لنادي فنربخشة التركي بعد ما نادي فنربخشة التركي كان عارض عمر فايق ولاعيب تاني ياخدهم نادي جوجالي على سبيل الاعاره، ومنهم نادي فنربخشة يستفاد ان اللعيبه تطلع تتطور وبعد كده يبيعهم بمقابل مادي كويس، ولكن نادي جوجالي رفض وقال لك انا عندي مستكفي بعدد الاجانب، ورفض ان هو يتعاقد مع عمر فايق واللاعب الثاني. تمام. ده يسبب ايه؟ يسبب ان يرجع ملف عمر فايق يتفتح في اداره النادي الاهلي بعد فشل مفاوضاته وفشل انتقاله نادي جوجالي في الدوري التركي. تمام. ده بالنسبه لاول موضوع معانا. الموضوع الثاني معانا على حسب الاخبار اللي جات لي ان عدي الدباغ من المراكز المتاخره في النادي الاهلي في تعويض المهاجم. في الاول كان في المراكز المتقدمه، ولكن السبب اللي هو يخليه يتراجع في المراكز المتاخره بسبب ان هو وكيل اعماله قبل كده، بعد ما كان اول ما سمع ان اداره النادي الاهلي مهتميه بالتعاقد مع عدي الدباغ، وقال لك دي نقله لورا بالنسبه لعدي الدباغ للدوري المصري. فالنادي الاهلي شاف ان هي تصريحاته ديت مش في محلها. تمام. وشايف ان اللاعب برضه بيعمل مشاكل كتير مع ناديه في الوقت الحالي، واحنا لو جبناه هيتمرد ويعمل زي ما وسام عمل، فاحنا مش عايزين نغلط غلطه وسام ابو علي. عدي الدباغ في الوقت الحالي هو اقرب لنادي الزمالك، وممكن خلال ايام الصفقه تخلص بانتقال عدي الدباغ لنادي الزمالك، وانا مع اداره النادي الاهلي في اي قرار، وشاور له اداره النادي الاهلي.